السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الويدث. الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الهايت، هو نفس المفهوم تقريبا. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان الويدث بنتعامل معاه بالبكسل، ان احنا ندي رقم بكسل او برسنتج النسبه المئويه، او الفي دبليو اللي هي الفيو ويدث اللي هي الفيو بورت بتاعت الشاشه. طيب النهارده هنتكلم عن الهايت. لو جينا عند الاتش 1 مثلا قلنا له هياخد هايت وليكن 200 بكسل بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هو خد 200 بكسل، والبيرنت بتاعه اللي هو الديف كمان خد 200 بكسل. طيب دي هتبقى فرصه حلوه ان احنا نتكلم عن الاوتو. الاوتو فكرتها ايه؟ ان الاليمنت ليه تصرف بيتصرفوا بشكل افتراضي. فبشكل افتراضي الديف بياخد الطول، يعني انت ما اديتلوش طول، هو بياخد الطول اللي بيناسب المحتوى اللي جواه. يعني كل ما بتزود المحتوى كل ما الطول بتاعه هيكبر. ممكن ان احنا حتى من غير الهايت مثلا نجرب الفكره دي. يعني هاخد مثلا الكلام ده ازوده زود 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 زود. زي ما انتم شايفين الهايت بتاعه هو راح مع الهايت على قد المحتوى اللي جواه. دي بروبرتي مهمه جدا، وهي موجوده كمان في الويدث لكن ما شرحناهاش في الويدث، لكن بانت هنا بشكل افضل. ان هنا الديف ده باي ديفولت واخد هايت قيمه اسمها اوتو، بيتصرف بشكل تلقائي بشكل طبيعي بشكل افتراضي ديفولت فاليو. طيب هنا في الاتش 1 هنقول له هايت 200 بكسل. زي ما انتم شايفين هو راح برضو معاه، لان هو زي ما قلت لكم بيتصرف على اساس المحتوى اللي جواه. لكن احنا ممكن لو جينا قلنا له هايت 10 بكسل، خلاص احنا كده عدلنا على القيمه الافتراضيه بتاعته، فهو خد البكسلز اللي احنا قلنا له عليها. طيب عندنا النسبه المئويه برضو موجوده. انا قلت له 200%، زي ما انتم شايفين خد 200% من البيرنت بتاعه. خليك فاكر 200% من البيرنت بتاعه. هو هنا خد 20 بكسل، زي ما انتم شايفين هو الدبل بتاع الاخضر. لو قلنا لده 200 بكسل زي ما انتم شايفين هيفضل دايما 200% ضعف البيرنت بتاعه. طيب لو قلنا له ياخد 50 المره دي في اتش فيو هايت، خد 50% من الفيو هايت بغض النظر البيرنت بتاعه ايه القيمه بتاعته، ملوش دعوه. طب لو قلنا له 100 برضو نفس الكلام، خد 100 فيو هايت، خد حجم الشاشه الكلي الطول بتاعها الكلي. فده كان درس النهارده اتكلمنا فيه عن فكره الهايت وازاي بنعمله كده. الحمد لله اتعلمنا الويدث والهايت، وهنعمل ان شاء الله عليهم تطبيقات مفيده جدا جدا جدا. وممكن نراجع بشكل سريع ان احنا بنتعامل مع الهايت والويدث بالبيكسلز، بالفي دبليو للويدث علشان ياخد العرض بتاع الشاشه، ولو الشاشه اتغيرت فهو بيتغير على عرض الشاشه دي. البرسنتج او النسبه المئويه هو بيتعامل مع البيرنت بتاعه، بياخد برسنتج من البيرنت بتاعه. واتكلمنا عن الاوتو فاليو، دي مهمه ان هو بشكل طبيعي بيتصرف ان هو بيشتغل على قد المحتوى اللي جواه. ده كان شرح الهايت، يا رب ان شاء الله ان هو يكون واضح، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.